الخطأ السابع والأخير هو الاعتماد على تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون فقط. احنا لازم نبقى فاكرين دايما معلوماتنا الذهبية ان الفرشة والمعجون بينظف 60% فقط من الرواسب اللي على الأسنان أو بواقي الأكل اللي على الأسنان، وبالتالي في أدوات مساعدة كتير مع الفرشة والمعجون عشان نوصل للطريقة المثالية والصحيحة لتنظيف الأسنان. أولهم الدنتال فلوس، الخيط الطبي. احنا قلنا ان فرشة الأسنان بتنظف 60% فقط، وهنا بيجي دور الخيط الطبي اللي بينظف باقي 40%، لأنه بيوصل لأماكن شعيرات الفرشة صعب جدا توصل لها، وهي الفواصل اللي ما بين الضروس وما بين الأسنان. احنا كمان عاملين على القناة هنا فيديو عن خيط الأسنان، تقدر ترجع له وتقدر تختار نوع مناسب وتشوف طريقة استخدامه ازاي وامتى تستخدمه. الخيط الطبي ده هيفرق معاك جدا جدا في كفاءة تنظيف الأسنان، وهيحسن قوي ريحة الفم.